السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة القمر دي بطريقة سهلة جدا ومكونات متوفرة عندنا في كل بيت، ووداعا بقى لفشل الكيك وهبوط الكيك، وهقولك ازاي تحافظي على ارتفاعها وعمرها ما هتهبط منك ابدا باستخدام مكون موجود عندنا في كل بيت. وكمان هقولك ازاي لونها يطلع معاكي فاتح جدا، وازاي تطلع هشة جدا مش مكتومة، وكمان طريقة التسوية الصحيحة. يعني لو أول مرة تعمليها هتطلع معاكي إن شاء الله ممتازة جدا. ولو أول مرة تشوفي قناتي أتمنى إنك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة بعملها، وما تنسيش تعملي لايك وشير كتير لأصحابك وقرايبك عشان يدعولك على الوصفة الجميلة السهلة دي. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ في وصفتنا. أول حاجة معايا 3 بيضات، مهم جدا يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة. يعني لو البيض في التلاجة طلعيه قبل ما تعملي الكيكة بحوالي نص ساعة. الخطوة دي مهمة جدا حبايب قلبي عشان تحصلي على كيكة مرتفعة وهشة جدا. تمام كده؟ هضربه كده بالمضرب اليدوي، ولا هستخدم مضرب كهربائي ولا حتى خلاط، يعني مفيش أسهل من كده. هنضربه كده كويس جدا لحد ما يعمل معايا فوم بالشكل اللي هتشوفيه معايا ده. تمام كده زي ما انت شايفاه بالشكل ده. بعد كده بضيف معايا كيس من الفانيليا، طبعا عشان زفارة البيض، سواء بقى فانيليا باودر او فانيليا سايلة مش هتفرق خالص في وصفتنا. المتوفر عندك في البيت استخدميه عادي جدا. تمام كده. هضربه برضو كويس جدا لغاية ما الفانيليا تدوب مع البيض. وبعد كده معايا 1.25 كوباية من السكر. حباها مسكرة اكتر تقدري تستخدمي 1.5 كوباية من السكر، بس 1.25 كوباية بتبقى مناسبة جدا. ومهم جدا يكون السكر لونه فاتح، طبعا بيفرق معايا بعد كده ان الكيكة بيطلع لونها فاتح مش غامق. وهنقلبه كويس جدا لحد ما نحس ان القوام بدأ يتقل شوية زي ما انت شايفة معايا بالشكل ده. شايفين؟ هو ده القوام المطلوب. بعد كده معايا 1 كوباية من الحليب. يفضل الحليب يكون دافي او بدرجة حرارة الغرفة، يعني برضو ما ينفعش اطلعه من التلاجة واستخدمه على طول. الافضل ان انت تدفيه شوية عشان يديكي نتيجة حلوة جدا، بتفرق معاكي جدا بعد كده في ارتفاع الكيك زي ما انت شايفة معايا بالشكل ده. بضربه برضو. بعد كده معايا كمان نص كوباية من الزيت، سواء بقى زيت عباد او زيت ذرة، المتوفر عندك في البيت استخدميه عادي جدا، مش هيفرق في وصفتنا خالص. بس مهم يكون الزيت نوع كويس عشان ما يكونش ليه ريحة بس. معايا كمان بعد كده 2 معلقة كبار من الزبادي. الزبادي بيفرق جدا في هشاشة الكيك وبيحافظ برضو على الارتفاع بتاعها، عمرها ما هتهبط منك ابدا. تمام. هنقلبه كويس جدا بالشكل ده. طب لو ما عنديش زبادي تقدري تحطي معلقة من الخل على كوباية الحليب اللي احنا حطيناها في الاول، وتسيبيها 5 دقايق وبعد كده تنزليها على المكونات بتاعتك. معايا كمان بقى المنخل. الخطوة دي حبايب قلبي مهمة جدا. كده خلصنا المواد السائلة وبنبتدي في المواد الجافة. معايا 2.5 كوباية من الدقيق، اي دقيق متوفر عندك، سواء دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخصص للكيك، مش هيفرق خالص في وصفتنا. الدقيق الموجود عندك في البيت استخدمي. اهم حاجة ان انخل المواد الجافة وهي نازلة على المواد السائلة. الخطوة دي مهمة جدا، سواء عندك منخل او مصفى سلك اي حاجة، المهم انه يتنخل. الحركة دي بتفرق معايا جدا في هشاشة الكيك. للناس اللي بتقعد تسأل هي ليه الكيكة بتاعتي مكتومة مش هشة، هو ده السبب حبايب قلبي. لازم تنخلي المواد الجافة وهي نازلة على المواد السائلة، وتنزلي بيها على 3 دفعات زي ما انا عملت كده. تمام. طبعا معايا اخر نص كوباية اهي، وهضيف عليها بقى معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر او خميرة الحلوى. تمام زي ما انت شايفة معايا كده. وهنخلها برضو. تمام. اهم حاجة قلتلكوا تنزلوا بيها على 3 دفعات. ومعايا طبعا ذرة صغيرة جدا من الملح. بقلب بقى المكونات دي كويس جدا بس في اتجاه واحد، يعني ما اروحش يمين وارجع تاني ارجع بيها شمال، لا كده غلط. مهم الف في نفس الاتجاه. تمام زي ما انت شايفة معايا كده. اهم حاجة بقى معايا النهاردة المكون اللي هيفرق معايا جدا في نجاح الكيك، معايا معلقة كبيرة مليانة من الخل الابيض. الخل بتاعنا عادي جدا المتوفر في كل بيت. اهميته بقى ايه؟ محسن طبيعي، بيحافظ لي على الارتفاع بتاع الكيك، وكمان بيخلي لون العجينة فاتح جدا زي ما انت شايفة معايا كده. وطبعا عشان زفارة البيض بيمنع لي اي ريحة للزفارة نهائيا.
بصوا بقى، انا بحب استخدم بصراحة الصواني الالومنيوم بصراحة اكتر حاجة، لانها بتوزع الحرارة حلو جدا اكتر من الجرانيت او التيفال. تمام، في كل استخداماتي للكيك بستخدم الالومنيوم. طبعا هبتدي ان انا احط نقطة زيت كده، بس امسحها بالزيت وابدرها بالدقيق عشان لما اجي اقلب الكيك تنزل معايا بكل سهولة. شايفين بقى القوام بتاع العجينة؟ ممتاز جدا، هو ده القوام المطلوب. يعني نحاول القوام بتاعها لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، ده القوام المناسب. طبعا هدخلها الفرن على حرارة 180 لمدة ساعة الا تلت في الرف الاوسط. تمام، وهتطلع معاك ان شاء الله ممتازة جدا. تعالوا كمان بقى هنحضر احلى صوص اقتصادي جدا وطعمه في حتة تانية خالص، بجد هيفرق معاكم جدا في الكيك. اول حاجة بجيب اي طاسة عندي، تمام، وبحط فيها 3 معالق كبار من السكر ووزعه كده كويس جدا بالشكل ده. تمام، ببتدي بقى بعد كده ان انا احرك الطاسة بتاعتي زي ما انت شايفة معايا كده، عشان السكر يتوزع على كل الطاسة ويبقى كله في سوا بعضه بالشكل ده. هجيب بقى السكر واسيبه خالص لغاية ما يتكرمل. تمام، وبعد كده بنزل بمكعب من الزبدة، مكعب صغير خالص من الزبدة، وبقلبه كده برضو كويس جدا. بعد كده بجيب كمان ربع كوباية من المية ومعلقة صغيرة من النشا، بقلبهم كويس جدا وبنزل على السكر المكرمل. كراميل سهل جدا، من غير كريمة، من غير لبن، من غير اي حاجة خالص. طريقة سهلة جدا، والطعم بجد يا جماعة خيال. ما تقلقوش لما يكتل معاكم كده بالشكل ده مع التقليب المستمر، كل ده هيسيح وهيبقى تمام جدا. شايفين القوام بتاعه؟ كمان لما يبرد بيتقل جدا، هتشوفوه معايا وانا بحطه على الكيك. شايفين بقى الكيكة بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن؟ بجد تحفة جدا، ملت الصينية. شايفين الارتفاع بتاعها؟ بجد حلوة قوي. تعالوا نقلبها كده ونشوف شكلها برضو من جوه. تمام، شايفين الجمال؟ اسفنجية وهشة. شايفين الكراميل كمان بعد ما برد تقيل جدا زي ما انا قلت لكم. شايفين؟ حلوة قوي قوي. عايزة اقول لكم ان الكراميل ده بيخليها في حتة تانية خالص. هنوزعه كده برضو كويس جدا. تمام، وبعد كده هحط بقى شوية من جوز الهند كده. لو مش حابة الخطوة دي على فكرة ما تحطهاش، بس انا يعني بحطها عشان اولادي بيحبوها يعني بالطعم ده. بس بصراحة هي بتدي طعم حلو قوي، جربيها لو انت ما جربتهاش قبل كده. بعد كده ببتدي ان انا اقطع الكيكة بتاعتي كده، وتعالى اوريكم شكلها من جوه. بجد حلوة جدا، مرتفعة وهشة. شايفين الجمال؟ بجد جميلة جدا. لازم تجربوا الوصفة دي، هتشرفك قدام ضيوفك وعيلتك كلها. طعمها حلو جدا، ارتفاع حلو قوي، بجد مفيش احلى ولا اسهل من كده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون وصفاتي بتنول اعجابكم باذن الله. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير لاصحابكم وقرايبكم عشان يدعولكم على الوصفة الجميلة السهلة دي. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.